تطورات في غاية الخطورة. أبدأ معاكم باللي حصل بعد ساعات قليلة من إفصاح حكومة غزة عن العرض المصري بتسليم عدد من الأسرى، في مقدمتهم الجندي الإسرائيلي اللي معاه الجنسية الأمريكية عيدان إلكسندر، مقابل هدنة لمدة أسابيع. حكومة غزة لم تعلن ردها الرسمي حتى الآن، لكن جه إعلان منذ قليل عن الأسير اللي بيطالب بيه ترامب بكل قوة، أن ذلك الأسير قد فقد الاتصال به وبالحراسة الخاصة بذلك الأسير. فقدنا الاتصال بالأسير الإسرائيلي الأمريكي والحراسة الخاصة به، وكأنه إعلان وفاته. أعقب ذلك البيان فيديو بثته حكومة غزة بيوجه رسالة لأهالي الأسرى، بيقول لهم كونوا مستعدين لعودة أبنائكم في توابيت. كونوا مستعدين لعودة أبنائكم في توابيت. قريبا سيعود أبنائكم في توابيت سوداء. إلكسندر عيدان اللي أعلنت غزة اتصال بيه وبطاقم الحراسة اللي معاه كان لسه ظاهر في فيديو من 3 أيام لو تتذكروا. ده غزة تنشر فيديو للرهينة الأمريكي الإسرائيلي عيدان إلكسندر. بعد ذلك الفيديو أهل عيدان ظهروا عشان يقولوا لنتنياهو أنت المسؤول عن حياة ابننا. טוב, כאן ההורים של עידן אלכסנדר. הבן שלנו עידן עזב הכל, את חבריו, את הלימודים שיכול היה להתחיל, את החיים הנוחים בארצות הברית ואותנו, את משפחתו הגרעינית, ועלה לבדו לארץ ישראל כדי להתגייס לגולני, כדי להגן על המדינה שהוא כה אוהב ועל תושביה, לבד. כך גם היה ב7 באוקטובר, כשנותר לבדו במוצב, כשניסה להגן על יישובי העוטף מול מחבלי החמאס, וכעת מדינת ישראל מותירה אותו ואת שאר החטופים לבד, לבד במנהרות, לבד בידי אויב, וזה נעשה קשה מרגע לרגע. רואים את זה עליו, רואים את הפחד, את הייאוש. 555 ימים, כבר יותר משנה וחצי, ומדינת ישראל, מנהיגיה ומוביליה יכלו לחגוג את חג הפסח, חג החירות והיציאה ממצרים, והבן שלנו עדיין שם. זה בלתי נתפס שהמדינה שלנו לא עושה הכל כדי להחזיר את עידן שלנו. בחור צעיר, אנחנו קוראים לראש הממשלה, לשר דרמר, לרמטכ"ל, אין להם זמן. אתם אחראים על ביטחונו של עידן, וזו גם אחריותכם להחזירו. עידן עשה הכל למען ישראל, עכשיו ישראל צריכה לעשות הכל עבורו, ועבור 58 החטופים הנותרים בשבי חמאס. إذن عيدان إلكسندر ومصير مجهول بعد إعلان حكومة غزة أنها فقدت الاتصال به وبطاقم الحراسة. تزامن مع الوقت الذي أعلن فيه لأول مرة عن طلب السيسي السافر من غزة بتسليم سلاحها، إن أمريكا بتودي ذخائر جوية وذخائر أخرى، كمية كبيرة جدا من الذخائر لجيش الاحتلال. كمية كبيرة من الذخائر، 13,000 قطعة ذخيرة لدعم عملياتها في غزة ومواجهة إيران، منهم 3000 ذخيرة جوية. أمريكا بتبعت 13,000 ذخيرة في نفس الوقت اللي الأنظمة العربية مجتمعة. اوعى تفتكر ان ده اقتراح السيسي بس، ده اقتراح السيسي وابن سلمان وابن زايد وعبد الله واخرون. لازم نرتاح في الوقت اللي الأنظمة العربية بتحاول نزع سلاح غزة اللي لا يقارن على واحد من 100,000 من أسلحة الكيان. بيثور التساؤل اللي الناس بتسأله من امبارح بعد ما الأمر بقى على المشاع، بعد ما يسلموا سلاحهم هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه لما إسرائيل تنتهك الاتفاق بأبشع من ما سبق؟ هتعملوا ايه؟ هتطلعوا بيانات زي الاتفاق الأول؟
عملتوا ايه اصلا لفلسطين والاطفال الحجاره وللضفه وغزه لما ما كانش فيها سلاح؟ عملتوا ايه؟ عملتوا الاطفال الحجاره اغنيه الحلم العربي. دي الاغاني حتى ما بقتش تتعمل، بقت ممنوعه. العلم ممنوع. دلوقتي عايزينهم يسلموا السلاح، هتعملوا ايه بعديها؟ اكبر اكذوبه ونصبايا اصل السيسي بينقل المقترح، بس هذا غير حقيقي. السيسي طول الوقت بينقل المقترحات. ده مش اول مره. هل دي اول مره اسرائيل تطلب الطلب ده؟ ده مقترح مصري عربي جزره وقطمها جحش. الازمه بقى انه هؤلاء الناس اللي بيبرروا ان اصلا السيسي مش ممكن يعمل كده، ده مطلب اسرائيلي، والسيسي من اول الحرب قال ذلك الكلام. دولة منزوعة الدسم، قصدي منزوعة السلاح. رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية اللي اتقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومستعدين وطرحنا ده. مستعدين لأي خيانة، دي الحقيقة المرة. طلعوا خبير عسكري يحاول يبرر في مصر ويقول لك ان ده مقترح نتنياهو وان السيسي مجرد انبوبه. مش عايز اقول مصر، السيسي مجرد انبوبه لتمرير ذلك الاقتراح. ده مش اقتراحنا. الإسرائيلي متمسك على الأهداف اللي أعلنها نتنياهو، وبيعتبرها هي يعني علامة النصر، إن حماس تنزع سلاحها، إن القيادات والقيادات العسكرية والمقاتلين البارزين يخرجوا خارج قطاع غزة في مقابل عمليات تهدئة وتبريد للصراع. على الجانب الآخر حركة حماس، ولغاية النهاردة السيد خليل الحية ومن القاهرة بيعلن إن هو فوجئ بقضية نزع السلاح، مع إن ده موقف معروف تماما يعني من الجانب الإسرائيلي. معروف تماما من الجانب المصري. المهم لما سمير راغب ده اتضغط عليه، كان هو حاول في اول الحوار لمدة ربع ساعة يلبسها ان هو مقترح اسرائيلي، فلما اتضغط عليه قال لك ده مقترحنا في الخطة المصرية، الخطة الملعونة، سحب السلاح من غزة. معروف تماما. هم بيقولوا انه الجانب المصري عامل خطة جديدة، وهذه الخطة الجديدة فيها نزع السلاح. ما هيش جديدة يا فندم. هو أقول لسيادتك حاجة، حتى لما شفنا في الكلام على خطة إعادة الإعمار، المقترح لو حد أراه بعيدا عن تفاصيل إعادة الإعمار إنها تفاصيل فنية كتير، لكن هنلاقي إن مفيش حماس بتحكم القطاع، ومصر من بداية الموضوع وفكرة التسويات السلمية ما فيهاش فكرة يعني أو على طريقة نقبل دولة منزوعة السلاح. دلوقتي بنتفاوض، الورقة في إيد حماس هي أسرى تم الحصول عليهم في 7 أكتوبر. هل في على مدى عام ونصف السلاح نجح في فرض وضع تفاوضي أو تحسين شروط التفاوض؟ لم يحدث. ده الواقع. الأرقام المعلنة عند الجانب الإسرائيلي من القتلى والمصابين إصابات كبيرة، والجانب الإسرائيلي مش هيخفي قتيل لأن ليه أسرة، أقل بكثير من اللي كان متوقع أو من المعدلات المعروفة. هل ذلك الكلام يختلف عما ذهبنا إليه لما كانوا بيلعبوا الألاعيب وبيركبوا الأكروبات ونصبين السيرك؟ إن ده جوهر الحكاية طول الوقت، مش بس في غزة. لما تقروا حضراتكم التاريخ، أي حركة مقاومة في أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في آسيا، في أي مكان، كل الحكاية بتدور حول نزع السلاح. وبعد نزع السلاح حضرتك القصة الكاملة بتتكرر بحذافيرها في كل مرة. السيسي حاول يحوم حوالين ذلك الطلب كثيرا وطويلا. وصلنا في أوقات حقيقة
طيلة السنة ونص اللي بيتكلم عنهم سمير بيه راغب، ان احنا لما كنا بنقول انه سيبكم من كل الكلام اللي بيتقال ده، ذلك هو المطلب الرئيس، كان بيتفتح علينا ابواب الجحيم. ابواب الجحيم. مصر واحدة، مصر السيسي، من اهم اعدائها ان لم يكن عدوها الاول هي حكومة غزة. محتاج دليل؟ اعتقد حضرتك مش محتاج دليل، في عشرات الادلة منذ الانقلاب في 2013، عشرات الادلة، حصار وتشويه وتجويع ومطالبات بالنسف والصاق بجرائم لم تحدث، كل شيء عملته مصر، لانه ده مش عدو مصر بس، ده ضمن خطة انت جاي ليه، احنا بندعمك ليه. لانك لما تبص للحكاية من فوق تلاقي ان الحكاية ابوها وامها اسلام سياسي، اخوان. احنا بنستأصل شقفة ذلك الفصيل بكل الاشكال، فبالك لما يكون ده جزء من الفصيل المسلح. انت عملت كده في الاخوان السلميين في مصر والامارات والسعودية والاردن. الاردن رايح لك، الاردن مشهد حقير جدا، حقير جدا، لكن ما كدبش اللي سماها غزة الفاضحة. فانت عملت كده في كل الاسلاميين اللي في القلب منهم الاخوان في كل تلك الدول، الامارات والسعودية والبحرين والاردن ومصر. عملت كده، بل انك عملت كده في السودان ولم تقف بجوار الجيش السوداني الا لما المشهد بقى ان الميليشيات هتسيطر، فوانت بتتجرع المر دعمت الجيش السوداني، لان الانظمه العربيه بتعتبر الجيش السوداني اخوان. فده ابو وام الحكايه من الاساس. تقدر تبيع شعار لمده اسبوع اسبوعين تطلع بيه ترند، لكن في النهايه الايام كاشفه، والايام مع غزه كاشفه باسرع مما تتخيلوا. تظاهرات نقابه الصحفيين للمطالبه بفتح معبر رفح. خليكم رافعين الرايه، ابكي ابكي يا عروبه، ابكي ابكي يا عروبه، علموكي طوبى طوبى، علموكي طوبى طوبى، باعوا الارض وباعوا الطين، باعوا الارض وباعوا الطين، باعوا غربتك يا فلسطين، باعوا غربتك يا فلسطين، المقاومه بالسلاح، المقاومه بالسلاح، اتفاقيه مع السفاح، اتفاقيه مع السفاح، ان الكيل قد طفح، ان الكيل قد طفح، افتحوا معبر رفح. لو نزل الناس دول من على سلم نقابة الصحفيين، دي تحذيرات المشددة، دي معلومة، ما حدش يحط رجله على الأرض. الإمارات بتعلن توقيع اتفاقية جديدة مع الكيان. السفير الإسرائيلي في الإمارات بيحتفل بالاتفاقية الجديدة مع ظل إسرائيل في المنطقة، الإمارات العبرية المتحدة. تم التصديق على اتفاق اقتصادي استراتيجي آخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من قبل كلا البلدين. سوف يعزز اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ويسهم في استمرار النمو والتعاون المشترك. يوسي شيلي السفير الإسرائيلي في الإمارات. جبل علي أبوه وأمه إسرائيل، جبل علي أبوه وأمه إسرائيل. إسرائيل كانت محتاجة وجهة تجارية لكل من يتحفظ في التعامل معها، فكانت الإمارات العبرية المتحدة. لسه من كام يوم وزير خارجية الإمارات بيستقبل وزير خارجية الاحتلال. العلاقة بين الإمارات وإسرائيل أوطد من العلاقة بين إسرائيل ولندن. كان في مشهد
من مشاهد اشتداد الخيانة في الأردن. فجأة الأردن صحيت النهاردة وأعلنت القبض على خلية كانت بتصنع سلاح وطيارات مسيرة ومدافع، وقال لك الخلية دي بيراقبوها في الأردن من 2020 أو 2021. الخلية اللي بتصنع سلاح وبتعمل كده بيراقبوها بقالهم 4 سنين. ده بيان المخابرات الأردنية واللي نقله مجلس الوزراء. أحبطت دائرة المخابرات مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى بلا بلا بلا. وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالع بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 21. وشملت المخططات تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل الأردن وإخضاعها للتدريب بالخارج. وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني. بيراقبوها من سنة 21. المخابرات الأردنية سايبة الخلية دي بتعمل كل الإجرام ده إجرام منقطع النظير في الأنظمة العربية، ده إجرام منقطع النظير. دي أكبر جريمة ممكن ترتكب في العالم المنكوب من شواطئ الأطلسي إلى سواحل الخليج. فسايبين تلك الخلية اللي بتعمل ذلك الجرم المشهود بقالهم 4 سنين. صنعوا سلاح، طيارات مسيرة ومدافع، وجايبين صاروخ من بره، وبيدربوا ناس بره. قصة كبيرة سعادتك سايبينها وواقفين سايبينهم. ما سابوا الخلية المجرمة دي 4 سنين، منهم 1.5 سنة كان فيهم الطوفان. الخلية دي ممكن تتحرك وتعمل مصايب زي ما عمل سائق الشاحنة اللي دخل عمل عملية مرفوضة انتحارية مرفوضة بكل تأكيد. الأردن سابتهم، اطمنت لهم 4 سنين وسابتهم مع الطوفان عشان ما قبضتش عليهم ولا اعلنت الا النهارده. بالصدفه هذا المشهد حدث بعد ما هتف المتظاهرين في اخر تظاهرات ضد المخابرات الاردنيه اللي عملت حمله اعتقالات رهيبه جدا في الايام القليله السابقه ضد العناصر الرئيسه في الحراك الاردني، واللي وصلت في الايام الاخيره للتظاهر حوالين السفارة الأمريكية. قبضت على رؤوس ومنظمي تلك التظاهرات والداعمين للحراك. فالناس في الحراك هتفوا ضد المخابرات اللي عملت عمليات اعتقال عشوائية، أو هكذا يبدو، لكن لا شيء عشوائي في بلادنا. الفيديو ده من حوالي أسبوعين. بيكفيكوا اعتقالات، وبيكفيكوا افتراءات، ليش بتعتقلوا الشباب؟ وبتتهموهم بالارهاب، داعم غزة مش ارهاب، افهموا يا أولي الألباب، افهموا يا أولي الألباب. طبعا ده كلام مش حقيقي. داعم غزة مش إرهاب، ناهيك إن مفيش أولو ألباب لكن داعم غزة هو الإرهاب بعينه. طب أنت عايز تقول إيه يعني يا معتز؟ أنا هقول لحضرتك. فاكر الجملة المهمة جدا اللي ذكرناها لحضراتكم لما قلت لك إنه أكتر 2 إخوان بيتلعب بيهم في المنطقة هم إخوان الأردن وإخوان المغرب،
اخوان الاردن بقى يعني اللعبه بقت مثيره حقيقه للسخريه. الملك لما يشتد عليه الضغوط يفتح المجال لاخوان الاردن، يخشوا مجلس نواب، يمسكوا كام بلديه بتاع، فالضغوط تقل. لما تعدي الموجه العاليه، اول ما المخابرات الامريكيه والاسرائيليه تؤكد للمخابرات الاردنيه ان الموجه العاليه هديت، فيبدا التنكيل باخوان الاردن. اللعبه دي اتكررت اكتر من اي حد من حضراتكم بتحدى يستطيع ان يحصرها. لا الاخوان الاردن بطلوا ان الديوان الملكي يستغلهم، ولا الديوان الملكي بطل استغلالهم. المشهد ده لم يتغير. معلش يعني هو كلام صعب، لكنه للاسف هي الحقيقه دايما بتكون صعبه. فلما في اشتداد الدنيا ملك الاردن ساب بقى ايه الاخوان بقى يعملوا يخشوا المجلس. هو مش بيدخلهم المجلس، هو كل الحكايه بيسيب لحظه شفافيه اللي هي الناس تصوت حقيقي فيخش. زي ما ملك المغرب كده عمل لما وقت الثورات العربيه قال لك لا لا لا، لعيب اللي بيخطط له الكيان هو وابوه طول عمرهم. لهم الكيان وولاد العم متوغلين في المغرب ومتغولين بشكل مخيف 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 3 مرات. المهم، فبرضه لما جت الثورات العربيه ملك المغرب عمل ايه؟ قال لك تعال يا الاسلام تعال يلا امسك لا 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 انتوا امسك مش عايزين تظاهرات والكلام ده وبتاع وكذا. السعوديه الملك عبد الله فتح كيسه صرف 140 مليار. الامارات الكويت البتاع تم قمع ثوره البحرين بالجنود السعوديين وبتاع. وكان من ضمن الاداء هو اللي حصل في المغرب اللي هو هد الدنيا وهد الدنيا، واستخدم اسلاميين المغرب في توقيع المعاهده مع الكيان. ابشع استغلال، انا ما شفتش حد بيستغل. انت عارف حضرتك في يعني الناس بتشمئز جدا لما تشوف في تلفزيون او في قصه كده قوادين يستغلوا عاهرات عشان يكسبوا من وراها. اهو مشهد استغلال التيار الاسلامي السياسي في المغرب والاردن تحديدا ابشع من هذا المشهد، ابشع من هذا المشهد. يعني تشعر انه يعني شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا. انا اسف لكلامي والله، لكنه الحقيقه الاليمه، الحقيقه الاليمه. زي ما عبد الناصر كده استغل الاخوان في مصر لما حصل ثوره 23 يوليو واستغلهم وبتاعه، وبعدين انقلب عليهم من خلالهم حمل الانقلاب وبتاع، وبعدين انقلب عليهم وعمل فيهم كل الافاعيل وحضراتكم عارفين، وقتل واعدم وسجن واعتقل واغتصب وعمل كل حاجه. وتعاد الايام تاني بعد الثوره في مصر، السيسي قدر يلعب والمجلس العسكري لعب نفس اللعبه على الاخوان، كأن الاسلام السياسي ده بلا ذاكره، بلا ذاكره على الاطلاق. تحس انه كده عنده ذاكره السمك، فيش خالص ذاكره. المهم، فالاردن بيعمل ايه؟ حمله شعواء لمنع التظاهرات. في اليومين اللي فاتوا تحديدا تم اغلاق جميع الطرق المؤديه لغور الاردن، منع اي تظاهرات او اعتصامات، وحمله شعواء من الاعتقالات، منع الناس من المرور في طريق غور الاردن. وفجأة ظهرت القصة المخرمة 70 خرم، عددهم 70 خرم بتاعة الخلية. الأردن أعلنت الحرب على الإخوان من غير ما تقول إن هم إخوان، بتلف وتدور. لكن العبرية والحدث ووسائل الإعلام المصرية كلهم بيقولوا إن هم إخوان. هي الأردن إيه؟ الملك متحرج يقول بس إن هي حملة على الإخوان. لا، هو على الإخوان، هو على إخوان الأردن. فالأردن بتعلن الحرب على الإخوان اللي كانوا بيقودوا التظاهرات. وطلع المتحدث باسم الحكومة عمل مؤتمر صحفي قال لك الناس دي شغالة من 2021
بس احنا كنا نلتزم الصبر. القول أن دائرة المخابرات العامة أحبطت مخططات كانت تهدف المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وتم إلقاء القبض على جميع الضالعين بهذه النشاطات وعددهم 16 بمتابعة ويقظة من قبل فرسان الحق والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات العامة، وذلك منذ العام 2021. هذا العام مهم إخواني، أي أن هذا الأمر بدأ قبل 4 سنوات من الآن، وتتابع تفاصيله منذ 4 سنوات. 4 سنوات؟ يا نهار أبيض، ده أنتوا عندكم صبر أكتر من الجمل أبو سنامين، ما شاء الله. 4 سنوات وحصل الطوفان وكنتوا مطمنين إن الخلية دي مش هتتحرك ولا تستخدم الأسلحة ضد إسرائيل. حصل اختراق الحدود بتاع الراجل الشاحنات اللي دهس وقتل الكردوني وكان ضابط جيش سابق. كل ده وانتم مطمنين ان الخليه دي لن تتحرك، وقررتوا تحركوها دلوقتي بعد المخابرات الاسرائيليه. واخدين بالكم انا بقول جمل ايه؟ بعد المخابرات الاسرائيليه والمخابرات الامريكيه قالت لك انه الموجه العاليه هديت، اتحرك. فانت اتحركت دلوقتي. هو عايز يقول ايه؟ ان الخليه المزعومه دي مش عايزه تحارب اسرائيل ولا حاجه، وان الخطه الموضوعه دي للقضاء على اي بتاع ولا قصه ولا روايه. قال ايه يعني؟ قال هو مش بيحمي اسرائيل. فاهم هو بيلفها ليه من 21؟ ليه بيقول 21؟ ليه المخابرات ومجلس الوزراء الاردني بيتكلم على سنه 21 عشان يقول لك لا دي ملهاش دعوه خالص بالطوفان ولا باسرائيل، دي ليها دعوه، دول ناس خارجين على امن الاردن بيهددوا امنه. خطه القضاء على الاخوان خطه عربيه مش جديده، لكن الاردن ليها طبيعه خاصه، فعشان كده اللعبه. لكن عدى الوقت ده، مبقاش في وقت. ما ينفعش اي حد يرفع راسه. اخوان اي حد لازم الكل يوطي، والاخوان في قلب اي حراك، ده هم على يقين منه. فهم اسرائيل بتحمي العروش اللي بتحمي اسرائيل، وتلك العروش الشيء الوحيد اللي بيهددها هو الاسلام السياسي. مؤتمر الاردن العبثي في الاعلان عن الخليه اللي بقى لها 4 سنين. انخرط في هذه الأعمال التي شكلت 4 قضايا رئيسية 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بعمليات وبمهام منفصلة عن بعضها البعض. ال4 قضايا كانوا يقوموا بمهامهم وأعمالهم التخريبية بشكل منفصل. شملت هذه القضايا تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات فقط، هذا مؤشر كبير، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج. تأكيدا للتحليل اللي قلته لحضراتكم، انه هو عايز يقول ان انا مش بحمي امن اسرائيل، زي ما كانت الصواريخ بتطلع فكان يقول لك عشان حرصا على الناس احنا وقعنا الصاروخ، مش بحمي امن اسرائيل، او ده غصب عن عين اللي خلفوني. يعني الملك ورجليه فوق رقبته، ورجليه فوق رقبته، ورجليه فوق رقبته. شوف حضرتك لما يحط رجليه هيعمل ده، مش في ايده اي حاجه، مش في ايده اي حاجه. لا للتهجير عشان دي ضد عفوا، لا للتهجير، شعار لا للتهجير اللي رفعاه الاردن ومصر ده عشان التهجير خطر مباشر على عرش الملك عبد الله وعلى عرش السيسي. انما الاباده دي على قلبهم زي العسل لانها لا تهدد عروشهم. لا للتهجير تهدد العروش، تسقط العرش الملكي في الاردن وتسقط عبد الفتاح السيسي.
هي دي الحكايه. فهو لما بيقول لك كده، زي لما قلت لك بيقول بقى له 4 سنين عشان ما يقولش انا بحمي امن اسرائيل، ولما بيقول مدى الصاروخ 3 كيلو عشان يقول لك ايه، لا ده مش صاروخ واصل لاسرائيل، ده بيهددوا امننا احنا، فاحنا خلصنا عليهم عشان بيهددوا امننا احنا مش اسرائيل. مع ان انت نظام وظيفي دورك الرئيس حمايه اسرائيل، وده اللي بيخلي اي رئيس امريكي اللي قلتها لكم كتير اول واحد يقابله هو ملك الاردن، لان ده اول جندي في جيش الاحتلال. ده دوره، ملك الاردن دوره زي دور رئيس الاركان في جيش الاحتلال. وينطبق الكلام ده على مصر، بس الاردن قبل مصر كمان، الاردن قبل مصر كمان. في كانت حاجه غايبه بقى، اللي هي مساحه كبيره جدا من الحدود كانت غايبه، وحاطين في بطنهم بطيخه صيفي من 60 سنه اللي كان ابن مرات الاسد قاعد عليها. ده مش رئيس بتاع، ده قريب العيله دي، قريبه اسمها ايه، اللي قالت ستفاجئون ستصحون الصباح تلاقوا جولدا مائير. ماشي؟ فهو دي الحكايه. فهو لما بيقول لك 3 كيلو، التفاصيل دي، كل التفاصيل دي ايه؟ تفاصيل اكنه بيتكلم سذج. احنا ما بنحميش امن اسرائيل، دول بيهددوا امننا احنا. إن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين للتصنيع والتخزين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء. أحدهما كان محصنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ، ويحتوي على غرف سرية مقفلة سوف تشاهدوها بالفيديو الذي سوف يتم نشره. كانت عناصر الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، حيث تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى. أما في القضية الثالثة، انخرطت 4 عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة درونز، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة. أما بخصوص القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، فقد قام المخططون الذين تدرب بعضهم في الخارج بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدول. المؤتمر سمح بسؤالين، مؤتمر الخطير اللي حصل في الأردن، سؤالين. السؤال الأول علاقتهم بالإخوان، سؤالين بالعدد. هؤلاء الأشخاص الذين تورطوا في القضية، فهل هنالك كان يعني لهم انتماءات خارجية أم داخلية؟ هنالك انتماءات سياسية للمتهمين بهذه القضايا، منتسبون لجماعات غير مرخصة، لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون. سوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من أفواه هؤلاء المتهمين بالفيديو الذي سينشر من هي هذه الجماعة. الموضوع ده بيكون حقيقة لما الرأي العام بيسمع من أفواه هؤلاء، الموضوع ده بيكون حاسم في الأمة العربية. حقيقة الناس بتصدق تماما أول ما تسمع من أفواه هؤلاء، ما بيعرفش إيه اللي حصل في مؤخرة هؤلاء عشان تسمع من أفواه هؤلاء ماذا يقال. لكن دي مش قصتنا. السؤال الثاني اللي تم بعناية أيضا، علاقتهم بما يحدث في غزة. بص الأسئلة دول صحفيين يعني أفراد أمن مأصلين. ايه علاقتهم بما يحدث في غزة، خصوصا مع الصاروخ اللي مداه 3 كيلو بس ده؟ ارتباط بظروف او احداث اقليميه تحدث من حولنا؟ اخي عمار، لا نقبل ولن نقبل هذه المسوغات لتبرير ما جرى. ما جرى على الارض الاردنيه، وهو تهديد مباشر للامن الوطني الاردني ولسياده الدوله الاردنية. مجرد ان هذه الاحداث حدثت على مدى 4 سنوات يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه. واضح أنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط بأحداث بعينها. الأمر الآخر اللي بحب أشير له أنه مدى الصواريخ اللي أشرت له اللي هو 3 إلى 5 كيلومترات يشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية وللأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية. لا نقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هنالك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني. شكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.
الاخ عمار اللي صاغ السؤال حتى ما قالش فيه اسرائيل ولا غزه. اخ عمار مدرب، والاخ المتحدث باسم مجلس الوزراء مدرب، والقصه المخرمه قال له 3-5 كيلو. طبعا لو قلت لك من النهارده لحد بكره ان انا لم اسمع ذلك السؤال وما سمعتش تلك الاجابه، هتقول هو سامع الاجابه وبيحلل، وده حقك، وانا لو مكانك اقول كده. لكن الحقيقه صدقتوها ام لم تصدقوها ان انا ما سمعتش تلك الاجابه على الاطلاق، ولم اتعرض لذلك الجزء ولا شفت اي جزء من ده. انا عارف القصه بس ما شفتش ذلك الجزء على الاطلاق، لكن لو مكانكم مش هصدق القصه دي، لكنها تبقى القصه الحقيقيه. وطلعوا فيديو لواحد مقبوض عليه يقول لك انه كان بيتعامل مع حد من الاخوان وقابلناه في لبنان، وبعدين امه جابت لنا هريسه تونسي وكان حلقوم يعني كده، يعني عشان لبنان فيها صواريخ. بقول لك القصه مخرمه 7000 خرم. هشام ابن عمتي ذهب إلى لبنان. رحنا على لبنان وتعرفنا هناك على شخص اسمه أبو أحمد، وعرض علينا فكرة تصنيع هياكل الصواريخ. عبد الله حضر إلي بسنة 22 وطلب مني نقل الأموال، وفعلا رحت والتقيت في شخص وتبين لي أنه اسمه إبراهيم، وأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. فعلا أعطاني 20,000 دولار وعدت الأردن وسلمت عبد الله 20,000 دولار. اتقرت فتحة إخوان الأردن. هنشوف إن أنا ما حذرتش. بعديها انطلق فورا الإعلام الأردني والسعودي والعبري. ما هو السعودي يعني الإعلام السعودي الإماراتي يعني عبري على طول. يقول لك دول إخوان ودول تبع حكومة غزة، والعبرية بقى وقصة بقى حضرتك معزوفة على ربابة. قناة المملكة، فيديو الاعترافات. المحرك الرئيسي إبراهيم محمد تبين لأحد عناصر تبين لأحد عناصر الخلية بأنها عضو في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. ضليع في الإخوان المسلمين. العبرية دي من غير ما أشوف العنوان كده، ده خط العبرية. مرتبطة بجماعة الإخوان، تفاصيل خلية تصنيع الصواريخ في الأردن. بيت الإخوان خربين الأم. لو الأمة ترتاح من الإخوان هتنطلق. ومعلومات خاصة تؤكد تورط أعضاء في مجلس شورى الإخوان المسلمين بالمخطط الإرهابي ضد الأردن. المخطط الإرهابي ضد الأردن. يا ومصدر أمني طلع يقول إن الإخوان شاركوا في المؤامرة وبتاع. حاجات بتتكشف. احنا بقالنا 4 سنين تكشفنا دلوقتي بعد المخابرات الإسرائيلية ادتنا الضوء الأخضر. مصدر أمني أردني لرويترز: أعضاء في الإخوان المسلمين شاركوا في المؤامرة لمهاجمة منشآت في المملكة. من المملكة، واخد بالك. أعضاء ضالعون بالمخطط التخريبي للأردن. العبرية. يعني بتاع دوت. فالجنون في الأردن والمشهد بهذا الشكل. في ناس من اللي اتقبض عليهم كانوا بيقودوا الحراك الأيام الفائتة والتظاهرات، والناس كانت بتتكلم عليهم، والحراك كان قاري وفاهم تلك الحكاية. وما زالت الليالي تتوالى على معتقلي دعم المقاومة الفلسطينية والتهم المرتبطة بالحراك الشعبي في محبسهم، فاذكروهم بدعوى صادقة أن يفك الله قيدهم ويفرج كربهم ويعيدهم لنا أحرارا مرفوع الراس كما عهدناه. أهو معاذ الغانم كان من ثانية واحدة يا عبد الله. معاذ الغانم كان من محركي الحراك، العناصر المؤيدة. قلت لك أي حراك في الدنيا بيبقى ليه رؤوس. ومهندس عبد الله هشام بالصدفة المحضة طلعوا في الخلية اللي الحكومة الأردنية بتراقبها بقالها 48 شهر. ضمن النصب على الشعوب في نفس الوقت اللي بدأت فيه تلك الحملة، خرجوا خبر يقول ان ملك الأردن قاعد هو وابنه ولي العهد المرتقب، اللي بيدفع من او بتدفع الأردن او شعب الأردن بيدفع من اجله كل القرابين. ما هو مين هيدفع عن طريق مين؟ الملك عبد الله عن طريق الشعب الأردن. يدفع كل القرابين عشان امريكا تسهل له انتقال العرش بعد الانقلاب على حمزة. فملك الأردن قاعد هو وابنه مع عضوة بالكونجرس الأمريكي عشان خاطر غزة.
استقبل عضو في الكونجرس لبحث موضوع غزة. الملك أردن لو تفتح قلبه تلاقي نصه غزة ونصه الضفة، يعني قلبه ده بيرفرف كده للضفة وغزة، قلب المؤمن. الملك يبحث مع السيناتور الأمريكي جوني أرنست جهود وقف إطلاق النار في غزة، جهود وقف إطلاق النار في غزة. طيب أنا قلت إيه اللي يخلي ملك الأردن يقعد مع عضو في الكونجرس؟ تطلع مثلا من أعضاء الكونجرس النادرين الداعمين لغزة أو عندها موقف مثلا مش ضد إسرائيل، يعني موقف متوازن. اسكت، طلعت العضوة دي جمهورية وداعمة بقوة وشراسة لإسرائيل للقضاء على غزة بحكومتها بسلطتها. دي النايبة عضوة السيناتور اللي كانت قاعدة مع الملك عبد الله من أجل غزة من أقل من شهرين وهي في أراضينا المحتلة، قالت ذلك التصريح. Thank you. And I will also share my thanks for the Israeli government for making these meetings happen today. But first and foremost, I want to say thank you to the hostage families that joined us this afternoon. And again, several years I've traveled extensively here in the Middle East. And since October 7th, I have been in the country now 5 times, working on hostage issues, other issues when it comes to the peace treaty and strengthening our Abraham Accords. What I have heard from many leaders, not just here in Israel, but with Arab nations, is a question they will ask me: where is American leadership? Well, make no doubt about it, folks, that in the last several weeks we have seen American leadership. It is present once again. So first again, hostages must come home now. Now. And this threat is not just against Hamas, but it's their backers, Iran.